ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا ومعلش على الغياب الطويل ده، غصب عني والله. المهم يا رب كلكم تكونوا كويسين. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن فيتامينات الشعر اللي دلوقتي احنا طبعا كلنا بنستخدمها علشان على طول شعرنا بيقع. ازاي نختار الفيتامين بتاع الشعر اللي يكون مناسب لينا وللحالة بتاعتنا، علشان ما يبقاش بنهدر فلوس على الفاضي وبندخل جسمنا ادوية هي في النهاية كل ما بتزيد مهما كانت نوعها مكملات غذائية، بس اكيد كل ما بتزيد عن حد معين بتقلب العكس وبتبقى ضرر. فالنهاردة حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي نختار فيتامين الشعر المناسب لينا. اول حاجة ايه هي اصلا فيتامينات الشعر اللي احنا بنجيبها دي؟ هي عبارة عن مكملات غذائية. المكملات الغذائية دي بتقوي الشعرايه وبتقوي الضوافر وكمان بتحسن من حالة البشرة. فبالتالي احنا دايما بنلجأ لها لما يكون عندنا في نقص في مادة معينة. المادة دي هي اللي مسببة لينا القلق اللي بيحصل في الضوافر وفي الشعر وفي بشرتنا. فيبقى اول حاجة المفروض ان احنا نعملها عشان نختار الفيتامين المناسب لينا، اول حاجة ان احنا نعمل تحليل كامل وصورة دم كاملة عشان نعرف احنا ايه المواد اللي ناقصانا علشان نعرف نعالجها. لان مش كل تساقط الشعر بيبقى نتيجة نقص الحديد او اللي هو فقر الدم او نقص الهيموجلوبين، لا. الحديد لما بيقل في الجسم بيسبب تساقط الشعر، والزنك لما بيقل في الجسم بيسبب تساقط الشعر، وفيتامين د لما بيقل في الجسم برضه بيسبب تساقط الشعر. فانت علشان تبداي تعرفي الاول ايه الفيتامين اللي انت هتستخدميه، لازم مبدئيا انت هتعملي الاول تحليل تعرفي فيه ايه الماده اللي ناقصه جسمك واللي مسببه للتساقط ده، علشان على اساسها تبداي تختاري نوع الفيتامين المناسب ليكي. هنتكلم عن اشهر الانواع اللي موجوده عندنا لعلاج التساقط، المصريه والمستورده، وايه كويس منها وفايدته ايه وبيعمل ايه ونستمر عليه قد ايه. بس مبدئيا في فيتامينات كتيره للشعر لما بنيجي نستخدمها بتزود شعر الجسم كمان. يعني في بنات بتلاحظ انها بعد ما تستخدم الفيتامين ده المعين ده بيحصل عندها زياده في الشعر بتاع الوش مثلا، الايدين، مش عارف ايه، يعني مش بس في فروة الراس. ليه؟ لان اساسا في 3 مكونات. ال3 مكونات دول لو هو موجود في الفيتامين بتاع الشعر لازم تفهمي ان وجودهم هو اللي بيسبب زيادة الشعر في اماكن تانية غير فروة الراس. ايه هما المكونات دي اللي هما اساسا لازم هنلاقي فيهم حاجة، بس وجودهم مجتمعين كمان بيعملوا كارثة. اول حاجة عندنا الكرياتين، وتاني حاجة عندنا السيستين، وتالت حاجة موجودة عندنا اسمها الميثيونين. فانت لما تيجي تستخدمي فيتامين شعر اول حاجة بصي عليها ان ما يكونش ال3 دول موجودين في المكونات كده مع بعض مجتمعين، لان دول هيقلبوا الدنيا معاكي خالص، فهتحسي ان انت متضايقة ان انت بتعالجي حاجة وبتبوظي حاجة تانية. اشهر الفيتامينات اللي فيها ال3 انواع دول هما البانتوجار، طبعا كلنا عارفينه، مفيش حد استخدم البانتوجار ما حصلش معاه السايد افكت ده. وكمان في نوع تاني اسمه الهيرتون او الهيرتونيك، مش قادره افتكر الاسم بتاعه بالظبط، بس الناس اللي بتستخدمه اكيد هتبقى عارفاه. ده برضو للاسف فيه ال3 مكونات دول، وال3 مكونات دول بيسببوا زياده مش بس في شعر الراس، هم افكت جدا بس بيبوظوا حاجه تانية قصادهم. قبل ما تستخدمي الفيتامين بتاع الشعر لازم طبعا تتاكدي ان الفيتامين ده مناسب للحوامل والمرضعات لو انت عندك بيبي او لسه هتجيبي بيبي، عشان برضو ما تعمليش مشكلة تانية. اشهر الانواع اللي عندنا اللي موجوده في السوق، وفي منهم اللي انا جربتهم واقول لكم على التجارب بتاعتي معاهم برضو، وانتوا زي ما احنا متفقين لو في حد بيجرب حاجه غير اللي انا قلتها وليه معلومه اضافيه حابب يضيفها يا ريت تكتب لنا في الكومنتات. اول فيتامين كنت جربته لشعري هو فيتامين غالي جدا للاسف ومش موجود بكثره، واسمه غريب شويه، اسمه بريورين. كل حاجه هتكلم عليها صورتها هتبان قدامكم عشان تبقوا فاهمينها. البريورين ده عباره عن تابلت كده، وهو سعره غالي قوي قوي قوي، مبالغ فيه، وده يعتبر اول عيب بالنسبه لي ان سعره كان فعلا مبالغ فيه جدا. الميزه اللي فيه ان هو بيوقف تساقط الشعر فعلا وبيحفز الدوره الدمويه في فروه الراس، فبالتالي الشعر بيطول اسرع، وكمان البصيلات بتبدا تقوى، والشعرايه نفسها خلاص بتبدا تبقى اقوى. فده بيعمل على اول حاجه قلنا وقف التساقط، وتاني حاجه زياده كثافه الشعر، فهو ممتاز طبعا. لكن عيوبه ان هو اول حاجه زي ما قلنا انه سعره غالي جدا جدا، تاني حاجه برضو مش متوفر قوي، يعني كنت بجيبه بالطلب من بره وكان بيكلفني كتير علشان يوصل هنا.
ميزته ان هو مناسب لحالات الصلع اللي بتيجي في الشعر عند الستات او الرجاله، اللي هي بتبقى صلع مبكر مش صلع وراثي، لان طبعا دي وراثه، والوراثه دي لما بتبقى موجوده بتبقى محتاجه ايه؟ تدخل بقى جراحي اللي هو زرع الشعر. فالميزه بتاعته الناس اللي عندها بيحصل لها صلع مبكر دي تقدر تستخدمه، هيجيب معاها نتيجه ممتازه. وهو المواد اللي فعاله فيه البايوتين وكمان السيستين، واحنا قلنا السيستين ده من المواد اللي هي شويه بتزود الشعر في الجسم، بس هي ماده من ضمن الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عليها، فالى حد ما الدنيا هتبقى شويه مش باينه قوي. البريورين ده بيستخدم للسن اللي هو فوق ال 18 سنه، وحاولي ان انت لما تيجي لو هتستخدميه استخدميه لفتره ما تقلش عن 3 شهور علشان تحسي بالفرق. تاني فيتامين هتكلم عليه وهو فيتامين روعه جدا محدش يقدر يتكلم فيه، هو البرفكتيل، سواء المصري او المستورد. ايه ده يعني انا ممكن اخد المصري واستغنى عن المستورد؟ طب تخيلي بقى ان البرفكتيل المصري فيه حديد والمستورد ما فيهوش حديد. طبعا دي حاجه غريبه، بس انت لما هتجيبي، لو انت جبتي فعلا علبه البرفكتيل المستورد وقارنتيها بالمصري هتلاقي ان المصري فيه حديد، وهتلاقي بقى ان المصري والمستورد فيهم حديد الزنك وفيهم بايوتين وفيهم كمان فيتامين ب المركب. بنستخدم البرفكتيل ده بتستخدميه من 3 ل 6 شهور. هو حلو جدا في ان هو بيقوي الشعر وبيمنع التساقط، وكمان بيقوي الضوافر، ومفعوله سريع. يعني انت ابتداء من اول شهر هتبداي تلاحظي ان لا التساقط قل كتير جدا، الشعرايه بدات تبقى اقوى. وطبعا لو استخدمتيه بقى مده اللي هي من 3 ل 6 شهور هتلاحظي كثافه في الشعر، وهتلاحظي ان الشعر فعلا بيطول، والضوافر بالذات هيبان عليها، وعموما بيخلي صحه البشره نفسها بتتحسن وبرده بيبان عليها. الفيتامين اللي بعد كده اكيد في ناس كتيره جربته لانه كان عامل ترند كده فتره، اللي هو الهير براست، وبرده هو من الفيتامينز اللي شويه غاليه، لكن انا بحبه لان هو فيه حديد ومناسب جدا للناس اللي عندها انيميا ومش بيوجع البطن. بصراحه في انواع معينه من الفيتامينز لما بيكون فيها حديد بتسبب تعب في المعده، لا بصراحه ده لطيف جدا على المعده ولذيذ جدا، وبرده بنستخدمه من 3 ل 6 شهور عشان نشوف السايد افكت بتاعه. وطبعا هو المفروض ان الهير براست ده مستورد شويه غالي، بس مش زي البريورين اللي اتكلمنا عليه في الاول. رابع فيتامين عندنا برضو كان واخد شهرة كده ظريفة، اللي هو ناتشورال باونتي. هيبان كده فوق البراند ده، على فكرة انا مش فاهمة هل هو ده البراند الخاص بالسكراب والحاجات دي، لان الاسم لو اتكرر على ودنكم ممكن تعملوا ربط، بس انا عن نفسي ما اعتقدش بصراحة ان ده ليه علاقة بالسكرابات بتاعة البشرة. هو ده يعني ايه ده، بس الفيتامينز بتاع الشعر حلو قوي قوي قوي، لانه بيعيد ترميم الشعر والضوافر، وبرده بيحسن جدا من صحة البشرة. الميزة بتاعته ان هو فيه فيتامين سي، ففيتامين سي ده كمان بيدي اشراقه كده للبشره، وبيقوي الضوافر، وبيخلي الضوافر لونه نفسه مش باهت. يعني انا مش من الناس اللي بتحب انها تطول ضوافرها، بس عموما حتى وضوافري صغيره ما احبش انها تكون باهته، لازم تبقى شويه ايه فيها يعني صحه كده زي ما بيقولوا. يعني مفعوله بيبان بعد شهر تقريبا، فدي ميزه، لان انت بتاخدي مفعول سريع. لو حاله متضرره جامد والموضوع مأثر على نفسيتها، لا هي هتلاحظ تحسن سريع، وبيقوي الشعر طبعا ايه، وبيقلل التساقط. بعد كده عندنا الفيروجليبين، والفيروجليبين ده برضو في منه مصري وفي منه مستورد، وانا عن نفسي بستخدم المصري عادي جدا، المناسب قوي قوي للناس اللي عندها انيميا. انا من الناس اللي الهيموجلوبين بتاعي على طول واطي، لدرجه ان انا في مره عملت اصلا تيست ولقيت هيموجلوبيني 6.5، يعني اللي هو حاجه صعبه جدا، كنت بتعالج بحقن يعني. فالفيروجلوبين حلو جدا للناس اللي عندها انيميا، لان هو فيه فوليك اسيد وفيه حديد وفيه مضادات اكسده، فهو بيساعد طبعا على وقف التساقط. ومثله كمان ان هو موجود في الصيدليات، يعني انت ممكن هتلاقي المصري منه وهتلاقي المستورد كمان موجود في الصيدليات. وزي ما بقول لك لا خدي عادي المصري ما فيش فيه اي مشكله، يعني هي بس مشكلته ان هو مفعوله بطيء، وده طبعا نتيجه احنا قلنا ان هو اصلا في حديد، والحديد ده بيعالج الانيميا، فالانيميا ما بتتعالجش بين يوم وليله، عايزه تعالجيها بصوره سريعه لازم يبقى كورس حقن. فالناس اللي ما بتحبش تاخد حقن لازم هتستمر عليه مده طويله ابتداء من 6 شهور. قبل 6 شهور ما تتكلميش في نتيجه، لو انت حسيتي النتيجه يبقى خلاص تمام وزي الفل وتحمدي ربنا عليها. تاخديه فتره طويله ابتداء من 6 شهور زي ما قلنا، عشان يعوض عندك نقص الحديد والانيميا والهيموجلوبين
فيظبط لك كرات الدم الحمراء، فالدنيا تبدا تتظبط معاكي ويحصل ان الدوره الدمويه تبقى نشيطه، فتبداي تحسي بالفرق في شعرك وفي بشرتك وكمان في ضوافرك. فلازم تستمري عليه فتره طويله. نوع تاني انا ما جربتوش شخصيا لكن قريت عنه، كان اللي هو البيوتي جامز اللي هيبان ده. هو عامل كده زي الكاندي بتاعت الاطفال. طبعا بيقولوا ان طعمه حلو جدا، ماشي، بس ما يعني عادي يعني اي كاندي طعمها حلو. ميزته ان هو بيزود من الطول بتاع الشعر، مش بس بيمنع التساقط، لا طول الشعر كمان بيزيد بشكل حلو، وبيساعد على تقويه الضوافر، وبيخلي الضوافر نفسه بينمو بشكل سريع. هو ده الوحيد اللي عباره عن حبوب بتتمضغ، والهير براست كان منزل برضو على شكل دباديب، برضو كانت حبوب بتتمضغ. الباقي كله كان تابلت بيتشرب كده بميه ويتبلع على طول. ميزه الدواء ده ان هو فيه اعلى نسبه بايوتين موجوده في السوق، ودي طبعا ميزه كويسه جدا، فبتساعد على ان الشعر يطول بسرعه، لان هو بيعوض بقى لو في خلايا متدمره جوه الشعرايه نفسها، فهو كده بيظبط البصيله بتاعه الشعر انها تظبط لك الاداء بتاع نمو الشعر، بيزيد 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 ويزود بايوتين. ففي النهايه الشعر كله ان جنرال بيطول بسرعه، فالنتيجه بتاعته حلوه جدا. وكمان في مضادات اكسده وفي فيتامينات كتير وفي كافيين وفي شاي اخضر. وطبعا الكافيين والشاي الاخضر دول من ضمن برضو المواد اللي هي المضادات الاكسده اللي بتعمل على تطهير الشعر بشكل عام وبتنقي الدم، فدي هتبقى حلو جدا. يعني السعر بتاعه الى حد ما برضو بيعتبر غالي يعني، وبيجي من بره برضو. الناس اللي مقتدره عليه يبقى حلو وزي الفل ان هم يجيبوه. اخر حاجه عندنا برضو نزل منها مصري، ويعني واضح ان في طفره في عالم الادويه في مصر، وهو السنترم. السنترم طبعا زي ما احنا عارفين في منه كذا نوع، احنا هنتكلم عن النوع اللي هو بيظبط الشعر وبيظبط الصحه العامه اللي هيبان صورته. ده بيحتوي برضو على مكملات غذائيه كتير وفيتامينات كتير بتغذي الجسم وبتقويه بشكل عام، وطبعا بتقوي المناعه بتاعه الجسم، فبالتالي ده بينعكس على صحه شعرك، صحه ضوافرك، وصحه بشرتك. علشان تحسي بالمفعول بتاعه برضو لازم هتستمري عليه لفترة طويلة برضو. يعني قبل 6 شهور ما تتكلميش في نتيجة، لان هو تقريبا بيدخل يعمل على ترميم خلايا الجسم كلها. يعني هو مش مستهدف شعر طبعا ولا كلام من ده، بس لان كل التابلت اللي احنا بناخدها دي او حتى الجامز اللي احنا بنمضغها هي في النهاية بتتهضم وبتمشي في الدورة الدموية بتاعة الجسم، فهي في النهاية بتعمل على ترميم الجسم بشكل عام. السنترم بيخش يظبط لك كل الخلايا بتاعة الجسم، بيبدأ يظبط النواقص في كل المواد، فبياخد فترة طويلة عشان تبدأي تحسي ان شعرك بدأ يتحسن وان طوله بدأ يزيد. دي المكملات اللي هي المشهورة عندنا وأنظف مكونات موجودة في السوق، وكلهم في منهم زي ما قلنا مثلا ابتداء من الفيروجلوبين المصري ده طبعا سعره متوسط وجميل وتقدري تجيبيه، او يعتبر كمان سعره رخيص بالنسبة لباقي المكملات، فتقدري تبدأي بيه. البرفكتيل المصري برضو ممتاز، السنترم برضو كويس. فانت تقدري تبدأي من النهاردة ترتبي افكارك ايه هو المكمل الغذائي اللي هتستخدميه. ما تعنديش في حتة المكملات الغذائية، لان احنا اغلبنا بيعاني من ضعف عام في الجسم نتيجة الجانك فود، نتيجة البيبسي اللي بيتشرب كتير، نتيجة العصاير المليانة مواد صناعية. فمهما احنا حاولنا نهتم بالنظام الغذائي بتاعنا لازم يبقى في عندنا نقص في مادة معينة. انا من الناس اللي كنت بصراحة باخد الفيتامينات بشكل عشوائي، بس اكتشفت ان ده غلط جدا. فلازم زي ما اتفقنا مع بعض ان احنا الاول هنعمل التحليل علشان نشوف ايه اللي ناقصنا، ايه المواد اللي ناقصة في جسمنا، ونبدأ ندور عليها في المكملات بتاعة الشعر، علشان نبقى احنا كده استفدنا بحاجتين. الحاجة الاولانية ان انت ظبطي النقص في المادة دي في جسمك، والحاجه الثانيه ان انت ظبطي شعرك وظبطي صحه الضوافر وظبطي صحه بشرتك وقضيتي على المشكله تماما. يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وسامحوني على الغياب، وان شاء الله مش هتتكرر تاني، واشوفكم على خير ان شاء الله.